اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا معكم في انشاء البروفايل في اسرع طريقة من غير ما احتاج حق مصمم او احد يعني يقول لي اصمم لك صفحتك ب20,000 كريدت او 30,000 كريدت. اغلب الانفيو احنا نشوفهم يحتاج الكريدت، واغلب يروح يشتري كاشيو او يشتري بالفيزا او يشتري عن طريق شحن كروت شحن موبايل. فراح اشرح لكم انا اسرع طريقه. طبعا احنا دخلنا على البروفايل، هذا البروفايل انا خليته يرجع على شكله الرئيسي على اساس اشرح لكم عليه. دخولنا على البروفايل على انشاءه، ندخل اي صفحه كنا مثلا على الاكونت او على اي مكان كنا فيه، ندوس كليك على النك. طبعا راح يفتح لنا على الصفحه بالشكل هذه. نخلي الصفحه هذه وندخل على موقع اللي هو انفيو فور عرب. طبعا حاط لكم انا شرح اسمه او عنوانه صفحات جاهزة للنسخ واللصق. طبعا نقدر نكتب هني الاسم في السيرش، راح تطلع لنا هي الصفحة هذه. انا حاط تقريبا ما يقارب الى 7 عناوين، راح اختار منهم عنوان واحد اللي هو العنوان هذا. انا راح اختاره لاني فاتحه من قبل على اساس اللودينج. راح يفتح لنا طبعا بالشكل هذا. اوكي، هني في صفحات هو معطيني اياها، فاحنا نختار اي صفحة نبي. خلونا نختار اي صفحة مو مشكلة، ناخذ هذه الكونتكت. اوكي، فتح لنا الصفحة هني. طبعا معطينا هو الكود، احنا نبي الكود. كليك بالنص راح يعطينا سلكت اول. طبعا ناخذ الكود، كليك يمين بعدين كوبي. نرجع لصفحتنا. صفحتنا راح نحتاج نضع الكود. لازم ندخل على كلمة edit في about me او في اي مكان تبي، لكن انا افضل about me. ندخل على edit، بعدين ندخل على edit custom html. كليك بالنص، نحط طبعا هو الكود اللي خذيناه، نعطيها سيف. راح يطلع لنا بالشكل هذا. نصعد فوق شوي، في عندنا كلمة ريفيو، نضغط عليها كليك عشان نشوف العرض اللي راح او الكود. يعرض لنا الكود بالشكل اللي احنا حطيناه. الحين يعرض لنا الصفحة. طبعا اوكي، عرض لنا الصفحة اللي احنا سويناها. طبعا الصورة احنا شايفينها شكلها يعني بايخ. اوكي، نرجع على edit مرة ثانية اللي هو على اساس تكون قدامنا الاعدادات ونقدر نشتغل على الصفحة. اوكي رجعنا للصفحة الحين باعداداتها. طبعا هذه الاعدادات موجودة عندنا يعني. الصورة الخلفية نشوفها احنا زايدة، طبعا موجودة هني وموجودة هني وموجودة هني، يعني متكررة. الخلفية طبعا انت تكون ناشئ لك صورة عن خلفية او ساحب لك صورة عن الانترنت في خلفية تحب انها تكون في بروفايلك. طبعا انا مجهز خلفية هني اللي هي الخلفية مالت فور. ناخذ اللينك مالها، العنوان مالها. طبعا نسوي لها ابلود على اي موقع لتخزين الصور، وناخذ العنوان اللي يعطيناه اللي هو العنوان الرئيسي مال الصورة، ونرجع لصفحتنا. هذه صفحتنا. نرجع حق كلمة edit، مو في about me، يعني اتمنى الانتباه. في edit فوق اللي هي جيم سيفلي، ندخل عليها في باك بيج باك جراوند. كليك عليها هني، نحط عنوان الصفحة ونعطي سيف. نشوف الخلفية الحين صارت مالت لورد اللي هي البيجية. اوكي، الكود اللي احنا خذيناه، الصفحات طبعا اللي هي تعطي شغلات دعاية نفس اللي هي استضافة او كودات. طبعا تحط الاعلانات، والاعلانات هذه تضايق بعض الناس. شوف هنا في صورة طبعا، ونشوف هنا كذلك في صورة مع عنوان. الكود اللي احنا خذيناه وحطيناه في edit html. كليك هنا بالنص، ناخذ الكود كله. طبعا مرة ثانية نخلي المربع فاتح، ما في مشكلة. طبعا انا افضل على الفرونت بيج اللي هو مصمم الصفحات، افضل انه هو اللي اشتغل عليه. طبعا لو فتحنا الفرونت بيج راح يجينا بالشكل هذا. طبعا اللي هو صفحة جديدة يعني راح يكون معنا. اوكي، في كلمة كود تحت هني ندخل عليها. كليك بالنص، طبعا رايت كليك بيست بريفير، راح تطلع لنا الصفحة نفس ما احنا شفناها اللي هو الكود خذيناه. نرجع على سبليت راح يعطينا الكود فوق وشكل الصفحة من تحت. هذه الصورة اللي هي فيها الدعاية، كليك عليها ديليت. طبعا هذا العنوان ويا كذلك صورة، تظليل وديليت.
اوكي هذا بارز، هذا بارز. طبعا هذا التنظيف انا قاعد اسويه لها، او نشيل الجهة اللي فوق هذه كلها اوامر ما لها داعي. اوكي نظفناها الحين. اوكي نرجع حق سبليت اللي هي كلمة كود، كليك يمين، ناخذ سيلكت اول، ناخذ الكود اللي احنا عدلنا فيه طبعا، ونرجع للصفحة، ونرجع نحطه كوبي، ناخذه بكوبي ونحطه بس عفوا، بعدين نعطيها سيف. طبعا الخلفية راح ترجع هي الزرقاء لان انا ما غيرتها، فارجع على عنوان الخلفية اللي انا اخترتها مرة ثانية، وارجع على اكاونتي وادخل على edit page background، كليك على هذه واحط العنوان، احط العنوان نعطيه سيف. راح نعطيه بريفير هني ونشوف العرض الاخير اللي احنا سويناه. اوكي نعطي ريفرش تحديث اللي هو F5 عن طريق الانترنت. طبعا في الموقع اللي احنا دخلنا فيه قبل شوي طبعا يعطي خدمات واجد فيه، طبعا اللي هو اكواد الانفيو موجوده فيه، اللي هي صور، فيه سكيلز، في شغلات واجد يخدمنا، لكن يبي لها على قولتهم انك تفتر فيه وتاخذ لك حوسه جيده، و... وبعدين راح تتعلم عليه زين يعني. واللي ما تفهمه تقدر تحط اي موضوع عنه في المنتدى واحنا عادي يعني. ترى ما احب اتكلم باللغه العربيه الفصحى يعني للامانه، فاحب اتكلم كذي عادي اشكره يعني، خلوني اتكلم على طبيعتي. هذه رجعت الصوره نفس ما هي، الظاهر ان الامر اللي احنا حطيناه مال الصوره ما اخذ السيف اللي هي الاكيده. نرجع مره ثانيه عليه، خلينا نشوف الايديت فوق. اوكي ايديت، ايه ما تغير الحين سيف. خلينا نتاكد انه تغير او لا. طبعا هذه الصورة ما لها عنوانها. اوكي نعطي بريفير الحين اللي هو العرض الاخير لما غيرنا الصورة. اوكي ايش سالفته هذا يا هند؟ الظاهر زعل علينا عشان شلت الدعاية مالتهم. لا لا، حتى الخلفية ترى مالتهم حاطين فيها دعاية يعني، لو لاحظ بالخلفية بالزاوية تحت الصورة نفسها كاتبين عليها يعني. فالحين بنشوف اخرتها وياهم. شايلهم يعني، ما في مجال، راح ينشالون. بس ما حبيت التعقيد هذا يصير مع اي واحد كبداية الشرح او كبداية التعلم له، على اساس انه ما يتوهق بعدين يقول الصورة صار فيني وما صار فيني. ولا انا احلها معاهم احلها يعني. شوفوا هني الاعلان اللي كنت اتكلم عليه انا، شوفوا الاعلان هني شايفينه تحت، وهذا الاعلان كذلك هني تحت. ابي اعرف سالفة الصورة ليش ما تغيرت. نعطي تحديث هنا خلينا نشوف قبل لا اروح على الريفير. عامة اذا انا اعرف اشتغل على الفرونت بيج الكود اللي احنا حطيناه يعني، لو تلاحظون هني شوفوا هذا الكود اللي هو مال الخلفية مالتهم يعني، اللي هم حاطينها لان في موجود عليه كلمة باك جراوند هني موجودة، فهذا عنوان الخلفية مالتهم يعني الاساسي. انا اقدر اشيله من هني، لكن حبيت اسهله لكم عن طريق الشرح في البروفايل. بس الظاهر انهم ما راح يشيلونها يعني. بس دقيقة بنشوف الحين اخرتها معاهم.
باك جراوند. خلينا نشوف شنو مشكلته. شوف اعطيها مرة ثانية عشان اتأكد انه تغير. بريفير. طبعا في مشكلة بالانفيو، اذا حطيت كواد او سويت شيء بالكواد بالاديت وبالسيف يبيلك سرعة شوي معاه، يعني لازم تلحق وياه. هذه مشكلتهم. اوكي بنحاول ما دام انهم مش راضيين يشيلونها، احاول اشيل عنوان الخلفية هني. اوكي اللي هو body tables، هذه هي العنوان هني، نظلل عليه ونحط كوبي عنواننا. تغيرت طبعا، المفروض اني مسويها من البداية بس ما حبيت ادوخكم في العناوين. نعطي عرض الحين اخير، بس يعني تعلمتوا. اخاف احد تواجه المشكلة يقول بعدين توهقت او شيء ولا وين رحت انا. اوكي نشوف الحين هذا العرض الاخير مال اللي هو البروفايل. اوكي في نلاحظ هني في الصورة تشوفونها زايدة صح، هني مكان الكليك. نرجع على edit. خليني اقول لكم شلون طريقتها بعد مرة واحدة ما دام اننا قاعد نشرح. اوكي نرجع حق edit. طبعا بالإديت هني بالباك جراوند كذلك في عندي صحين هني تشوفونهم قاعد تختفي هي. لو نشيل الصح هذا ونسوي سيف، شوفوا شلون صارت الصورة بروحها وصار بالخلف بياض. صار بالخلف بياض. نرجع على edit باك جراوند، نختار هني اللون الاسود ونعطيه كليك. ما راح تبين طبعا، انا اخترت الاخضر اعتقد لان استعجلت شوي. اي السرعة اوكي. هذا اللون مناسب، لكن كشرح لكم اساس تعرفون شلون تغيرونه. اوكي عندي طبعا اللي هو الماي جاليري والاوامر اللي هي البانلات، هذه اقدر احركها باي شكل، احطها بالنص. طبعا انا على فكرة مخفيهم، يعني يوم سويت عرض البريفير حق عرض الصفحة اللي انا سويتها، نلاحظ انهم مو قاعد يطلعون لي، بس اللي انا حاطه الاباوت مي لاني انا مخفيهم. لكن نرجع على edit. اوكي نرجع على edit. خلنا نفتح مثلا، في بعض الناس يحب يفتح الفيزيتر يعني الناس اللي زايرينه، وفي بعض الناس يحب يفتح اللي هي ماي وش ليست. هذه هي. اوكي ندخل على edit ماي وش، نعطيها show banner. طبعا طلعت هني الليستة. نصعد على ماي فيزيتر edit كذلك نعطيها show. طبعا ما في احد زايرني هني، لكن لان النك انا ما استخدمه. وفي بعد بعضهم يحط اللي هو ماي جاليري للصور، نعطيها شو. اوكي خلينا نشيلها هذه، خلينا ناخذ مالت ستيكر. اوكي شو اي بانل ابي افتحه لازم ادخل على ايديت بعدين اعطي شو. نرجع على بروفايل. شوفوا الحين البانلات اللي جبناها. اوكي نفس ما انتم شايفين انعرضت الحين قدامنا. اوكي الشكل اللي احنا نبيه. اوكي نرجع على edit. اذن العشاء عندنا. اوكي اخفي هذول، خليني اخفيهم. اوكي اتمنى ان الشرح يكون وافي لكم، واتمنى انكم تكونوا تعلمتوا منه او استفدتوا منه على الاقل. اوكي بس ما في شيء. شو اللي تبوني اشرح لكم اياه الله اعلم. مع شرح الثاني ان شاء الله راح اعلمكم شلون طريقة الاكواد، وشلون نخلي البانيلات كلها بالنص مع وضع الصور او مع وضع شغلات احسن. لكن هذا في البداية، يعني لما يكون واحد تو مستخدم الانفيو وسواله بروفايل بالشكل هذا، اعتقد انه يكون انجز. ويعطيكم العافية، وان شاء الله اشوفكم على خير.